السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطريه، حاجه كده خطيره جدا جدا، هتنفعك في المصايف. لو انت طالعه مصيف ولا حاجه جهزيها وخدها معاكي وحطها في الفريزر، تفطري منها تتعشي منها، هتنفع معاكي في كل وقت. هقول لكم على اللون الموحد والسر بتاعها، وهقول لكم شايفين من جوه هشه وطريه ازاي بجد، وريحتها خطيره جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى من اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتسيبيلي تعليق حلو لو الفيديو عجبك. يلا بينا ندخل على الطريقة ونشوف المقادير ونشوف كل التركات والتفاصيل بتاعتنا. اول حاجة نبدأ كده ونقول بسم الله. ومعايا كوبايتين من الحليب، طبعا القرص الطرية يعني حليب على طول او لبن. هنزل عليها بباكو من الخميرة الفورية. طيب الباكو ده يعني ايه؟ يعني معلقة كبيرة او 16 جرام. تمام. هنزل بعد كده بمعلقتين من السكر.